السلام عليكم متتبعين الكرام. في الندوة الصحفية اللي جات على إطار ديال المقابلة ديال الديربي اللي جمعت ما بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، فالمدرب إريك تنهاغ صرح وقال: كيف ما شفتوا الشوط الأول كانت فرص كثيرة، من بعد ضربة الجزاء كان بإمكاننا نرجعوا في الماتش. واحد القذيفة ديال اللاعب سكوت مباشرة قبل نهاية الشوط الأول. إذا تنظن كان عندنا فرص، كان بإمكاننا نسجلوا في كل المقابلات. الشوط الثاني ما تيكونش توازن، وكنا في طريق الخسارة، وقررنا ندفعوا بالهجوم ودرنا أغلاط اللي ما تمشاتش مع الخطة تاع اللعب، وأصبحنا نديباسي لو سكور ب2-0، وصبحت المقابلة صعيبة علينا. أما فيما يخص ضربة الجزاء فلا تعليق. أما بالنسبة للمدرب ديال المان سيتي غوارديولا، قال واللي تكلم بزاف على برناردو سيلفا، وقال: لا يحمل حلقات في الأذن ولا تطواج، يقود سيارة عادية، لاعب انكرويابل. بالنسبة لي تنحب اللعب، تيحب اللعب في الملعب ديال أولد ترافورد، وليس لدي مقابلة سلبية بالنسبة له. وفي بعض الأحيان لعب رقم 9 مزور، عنده واحد القدرة للحفاظ والهجوم في نفس الوقت، لاعب ذكي الكل يحبه، أحد أفضل اللاعبين اللي رأيت في حياتي. اليوم 30 أكتوبر سيتم الكشف عن خليفة كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية 2023، والحفل اللي غادي ينطلق في الساعة 8:45. كذلك غتكون الحارس اللي غادي يتم الاختيار ديالو، اللي غادي يحصل على كأس ياشين. وياشين هذا هو اللي معروف ب ليف إيفانوفيتش، هو أشهر حراس المرمى في رياضة كرة القدم على الإطلاق، كان تيلعب في الاتحاد السوفيتي. وغنزدوا المتنافسين، الحراس المتنافسين، كل من ياسين بونو اللي كان تيلعب مع إشبيلية واليوم مع الهلال، تيبو كورتوا ريال مدريد، مانشستر سيتي إيدرسون، غادي نلقاو دومينيك إيفاكوفيتش، مايك مايلان تيلعب مع فرنسا، تيلعب مع الانتر ميلان،